أعزائي المشاهدين، وسأستمر باحثا عن الحقيقة من أجل هذا الوطن. إني قد نظرت نفسي للنضال ليس من أجل المال ولا من أجل الشهرة، فأنا لا يعنيني المال ولا تعنيني الشهرة، إنما من أجل مصر وطني الغالي الذي أفديه بدمي. تحدثت كثيرا وذكرت كثيرا، ولكن كان لابد من أن يكون هناك دلائل. الدلائل أمامكم. المجلس الأعلى للقوات المسلحة لابد أن يقف الشعب خلفه بكل ما أوتي من قوة، لأنه الأمل الوحيد هو وجيشه في الحفاظ على هذا الوطن قبل الضياع. اتفضل يا أستاذ ناجي. انا نفسي بدايه الاخ اللي احنا اتكلمنا عنه من شويه، لان انا هجيب بقى اللي اتمسكوا بالفعل في التحرير وفي اسمه ده، الاخ اللي هو ليفي حبيب الجماهير، اللي اعلن ان هو كان بيصرف على الناس واكل وشرب، وهو الوقت في ليبيا، يعني هو الوقت بيخلص على ليبيا. qui a donné partout toutes les tyrannies que nous avons. Il y a un cas de démocratie tient debout, qui n'a pas sombré malgré un état de guerre larvé qui dure depuis 60 ans. Et cet état démocratique, c'est Israël. Avec une armée qui, comme toutes les armées du monde, évidemment, commet des erreurs, mais dont j'écris et dont je démontre qu'elle demeure néanmoins la seule armée démocratique que je connaisse. Tout haut en bas de la hiérarchie, on se pose du matin au soir des questions morales. Quand Israël bombardait Gaza, vous avez-vous exprimé pour l'exclusion aérienne?
Non, parce que c'est une situation extrêmement différente. Quand Israël bombardait Gaza, c'était en réponse à une pluie de roquettes qui tombait sur la ville de Sderot et sur le sud d'Israël. Rien à voir. انت عامل قنابل يا انا ناجي؟ عملت اسمع، ده حاجة تانية؟ لا ده بظروفها جت نجيبها. السائر الحر بيكرم من مين بقى؟ نشوف. الاخ وائل طب نشوف. اللي راح يشحت لمصر. I would actually ask all of you for a moment of silence for everyone who lost their lives in the past few weeks in every part of the Arab world defending the right to have a free and democratic state. انا عايز اعمل حاجه يا دكتور، انا عايزها مثلا هنا ده يهودي اتقبض عليه في تونس منهم في وسط المتظاهرين من الموساد. هجيب لك 5 6 في مصر في التحرير وفي اسكندريه دلوقتي؟ امال ايه؟ والجيش كتر خيره عمل اللازم يعني، ولابسين لبس سيدات وبتاع بجد؟ انا هزر يعني كل ده بالمستندات؟ اسمعي يا مصر، هذه ليلتك يا مصر لكي تنكشف الغمة. تاخد واحد تاني على السريع كده؟ خد. اتفضل. احنا عايزين نستثمر وقتنا. تمكنت وحدات الجيش الثالث الميداني الثالث الميداني كان صادق. دول 2 حاليا شغالين في تونس، 2 اسرائيليين في قلب في المظاهرات. خاليا تماما الا ده واحد العشرات اللي كان لابس 6 في الميدان. ماشي. واحترت الجزيره تقول عليه اسرائيلي ولا ما تقولش؟ وامام وسائل الاعلام واكدوا ان القوى التي دعت لوقف الاعتصامات لها رؤى معينه لا يتفق معها الجميع، فيما سمي بجمعه الاستمرار والمتابعه. في صباح الجمعه وقبل بدء شعائر الصلاه كان الهدوء سمة الميدان، وفجأة وبدون سابق إنذار وقع ما لم يكن متوقعا، حيث اكتشف بعض المتظاهرين رجلا مرتديا النقاب وبحوزته سلاحا أبيض، وحينها انهالوا الناس عليه بالضرب المبرح إلى أن تم تسليمه للجيش وتم التحفظ عليه. ناخد حاجة تانية برضه عشان نستثمر وقتنا. وده زبون. وطلع ايه بقى؟ ما هو يهودي الموساد ده زبون تاني. طب ندخل على واحد تاني. طب نشوف اجانب. الاجانب متعاطفين معانا فشايلين اليوفط اللي هي ضد مبارك، يعني انا ما اعرفش باي صفه، يعني هو من حق المصري يطلع ضد مبارك، ولكن دول موجودين ازاي وليه وفين ما اعرفش يعني. واللوحات انجليزي وشغل. فري ايجيبت. شوف الحب، عشان ما عدناش نظلم الامريكان، الناس دي بتحبنا. مين بقى؟ الامريكان بعتوا اولادهم، في منهم ناس اتبرعت بالدم عشان يجي لنا ايدز، وفي منهم الراجل ده ما نامش، بقت الصور تنام هو ما ينامش، بياكل ويقول لك باكل وبشرب وتمام ومروق على الناس. مين ده؟ اللي هو ليفي. وغير اليهود اللي كانوا لابسين نقاب في اسكندريه وفي السويس وهنا هجيبهم لك، غير الشابه اللي زي الفل دي اللي سايبه بيتهم في اخر الدنيا وجايه تدافع عن مصر. حب
في ناس اهيت اجانب بتحب الوطن، واخد بالك؟